وفي هذه الأمسية استقبلنا أطفال جمعية بذرة الأمل بوكالة وهراني للسياحة والأسفار. تعرفوا على طاقم الوكالة، تعرفوا على الوكالة والخدمات اللي تقدمها وكالة وهراني للسياحة والأسفار. وهنا قررنا أنه نعرفوهم على حافلة اللي دايما نخرجوا بها في رحلاتنا السياحية. المرشد السياحي لما تروحوا كمرشدين سياحيين راح تركبوا في الحافله، راح تلقاو ناس راكبين معاكم، والمكان اللي راكم رايحين له مثلا وفعلا مثلهم مثل باقي الأطفال أذكياء وعندهم ملاحظات مهمة جدا. فيما أنهم طرحوا علي سؤال: وش هو دور الوكالة السياحية؟ وش تقدم الوكالة السياحية من خدمات؟ وبما أني كنت لابسة الجيلي اللي مكتوب فيه مرشد، سألوني وش هو دور المرشد السياحي. وعجبتهم الفكرة، وفعلا قالوا أنهم مستقبلا راح يكونوا مرشدين سياحيين. وكما كان الحال وكما كل الأطفال لما يشوفوا حاجة جديدة، لما يكتشفوا حاجة جديدة يكونوا فرحانين، وفعلا كانوا فرحانين بالأجواء داخل الحافلة وداخل الوكالة. والحمد لله نشكرهم على زيارتهم لوكالة وهراني للسياحة والأسفار.